مسك كان عرسه ماله. تعال احكي لكم العرسة اتطرشقت وخربت علي شغل كتير شديد. كلكم متذكرين القاصل اللي هو نوع من السدر كنت ببيعه كماسك، وده كان تاني منتج لي بعد مرطب الشفايف، وكان عامل شغل من الموت لأنه حرفيا كان ماسك عبارة عن سحر، بعالج كل المشاكل، تصبغات، بشرة دهنية، الحبوب الصغيرة تحت الجلد. فعالياته كانت خرافية لدرجة مشيت ما رهيب. في حاجات بيجوا بيقولوا لي البنات صلحها لهم، أنا أول مرة أسمع بيها. وأحلى حاجة كان بشيل ضربة الشمس بطريقة سحرية، أنا لحد الآن ما لقيت لها تفسير. طيب العرس دخل شنو بإنه الموضوع طرشق والمنتج يتوقف. القاصل هو نوع من السدر أنا بجيبه من الصومال، بجيبه عديل من الصومال لأنه بتنتجوا نوع من شجر النبق معين، يعني هو سدر بس نوع معين من السدر فيه الخواص الرهيبة دي. يعني السدر العادي ما كان بدينا نفس النتائج الحلوة دي، ولونه أخضر شديد كان بيوفروا لي منه. كان عندي صاحبتي اسمها حليماتو دي كانت زميلتي في الجامعة صومالية. المورد كان خالها كان عنده أكبر مزارع يعني من أكبر المزارع بتاعة السدر في الصومال. أو المهم هو كان بيقدر، أو هو أصلا من الناس اللي أصلا بيصدروا السدر أو بيبيعوا السدر، أو هو عنده دكان في سوق نخاسة للسدر. بما زاد كان بيرسل لي أحسن أنواع السدر في الكون. السدر يعني أحسن أنواع السدر في الصومال ذاتها كان عنده. المهم الراجل ده كانت تتواصل لي معه حليماته، والشحنة اتصل وكان بديني له بسعر رهيب شديد. عشان كده انا كنت ببيعه لكم بسعر برضه رهيب شديد، وانتوا كنتوا بتتخلعوا منه هو كيف سعره مناسب كده، وانا هنا كسبانه فيه كتير شديد، واكتر من كده بيبقى حرام علي عديل. يلا عمو ده كان بيقرب لي حليماته خالة، تمام. حليماته اخوتها الكبيره كانت مخطوبه لولد خالها ده اللي هو ولده الكبير. قومي يا أخت حليماتو أفسخي خطوبتك والشاكلة مع ولد الراجل، والأسرتين يتقاطعوا. من الضاع فيها؟ أنا. يس، أنا ضعت والراجل بقى ما بيتفاهم معانا كلنا، قطع وعانا قرط. ليه؟ لأنه أنا أصلا ما كنت بعرف أتكلم معاه، هو بيتكلم سواحلي بيور، ما بعرف أبدا عربي. تتكلم ليه معاه حليماتو بالصومالي سواحلي ده. كنت حاولت اصل له، قلت لها يا حليمات وخلاص الشغل ما بعرف شنو، قلت لها خلاص اديني رقم ولا كده احاول اتفاهم معاه وارسل له بالجوجل ترانسليت، انت اكتب لي الحاجه. وفعلا اتواصلت معه، اداني بلوك.